بيتزا المارجريتا او بيتزا بالمشروم والخضار زي ما تحبوا تسموها. طعمها مش قادرة اقول لكم. انا جبت المقدار بتاعي تقريبا حوالي 4 كوبايات دقيق، عملت رشة ملح، ده للبيتزا زي اللي عملناها، العجينة بالظبط اللي عملناها قبل كده. ومعانا معلقة سكر، معانا معلقة خميرة كبيرة، ونبتدي ان احنا نقلبهم كويس. وبعد كده هنحط حوالي 4 معالق زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون حطي الزيت العادي بتاع الاكل بتاعك، عباد الشمس او الذرة، زي المتوفر عندك يعني اشتغلي بيه، بس زيت الزيتون بيدي طعم احلى طبعا. حطيت حوالي 4 معالق. وابتديت ان انا اقلبه كده. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اعجن العجينة بتاعتي. انا الدقيق المرة دي خد معايا حوالي كوبايتين مية، علشان نوع الدقيق دوت بيشرب مية كتيرة، فانتي على حسب بقى نوع الدقيق بتاعك شوفيه هيستهلك معاكي مية قد ايه. دلوقتي انا ابتديت بقى ان انا احط المية حبة بحبة كده، وابتدي بقى ان انا اعجن العجين والم بايديا كده. طبعا احنا اتفقنا ان المخبوزات كتر العجن فيها كويس، يعني اي عجينة مخبوزات او حاجات كده كتر العجن فيها كويس عن البسكوت. البسكوت يعني طرق البسكوت العجن فيها بيقلب قراقيش، بيقلب حاجات تانية. بس ابتديت بقى ان انا ازود المية بتاعتي على حسب بقى ما انا عايزة، عقبال ما العجينة لمت معايا. دي العجينة اللي كنا عاملينها قبل كده، العادية اللي هي اللي كنا عاملينها بتاعة البيتزا، عجينة البيتزا بتاعة التونة اللي كنا عاملينها قبل كده. تقدروا برضو ترجعوا للقناة. ابتديت بقى ان انا اجهز الحشوة بتاعتي بعد ما لميت العجينة كده. سيبوها تريح على قد ما تقدروا، هي علشان الوقت شتاء فبتاخد وقت عقبال ما ما تخمر. لكن لو صيف هتلاقوها خمرت بسرعة مع الحر. ممكن لو شغلتوا البوتاجاز برضو كده كده الفرن يعني هتشغلوه، ممكن تساعد ان هي تخمر بسرعة. وابتديت ان انا اسيبها بقى تخمر. سبتها حوالي ساعة ونص تخمر. تقدروا انتوا برضو تسيبوها اكتر من كده، مفيش مشكلة. كنت انا بقى مجهزة عندي انا بوريها لكم ان هي كده خلاص ابتدت ان هي تتعجن كويس وما تلزقش. كنت مجهزة بقى الصلصة بتاعتي. الصلصة عملناها قبل كده في الفيديو بتاع بيتزا بالتونة، ممكن تقدروا ترجعوا لها. كان بقيتها بقى قلت اشيلها في الفريزر عشان لو احتجت. ابتديت ان انا اعجنها تاني بعد ما خمرت كده، اديها عجنة تاني واقسمها زي ما انا عايزة بقى على الصواني بتاعتها. تقدروا تعملوا بالعجينة دي طبعا ميني بيتزا. هي العجينة بتاعتنا ما بتختلفش في حاجة لو قسمناها بيتزات صغيرة او لو عملناها في صواني كبيرة، بتبقى هي العجينة. وابتديت ان انا اجيب صينية بقى كده مدهونة دهنة زيت، وابتدي ان انا افرد بقى. مش محتاجين نشابه ولا اي حاجه، هي العجينه هتلاقوها طريه معاكم وسهله جدا. دي الصلصه بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها زي ما قلت لكم. ابتديت بقى ان انا افردها كده. شايفين حلو ان احنا نعمل الحاجه بكميه، والحاجه ما بتبقاش مكلفه خالص. يعني هي تقدروا ترجعوا للفيديو بتاع التونه، بتاع بيتزا التونه، وتعرفوا ان هي مش مكلفه خالص. وبترمي معانا. يعني انا كان لسه بقيتها، ما احتفظت ببقيها، ما خلصتش كلها ولا حاجه. انا العجينه عملت بيتزايتين. وابتديت ان انا بقى احط فلفل الوان. ما عندكش فلفل الوان ممكن تكتفي فلفل اخضر بس وطماطم. انا ما كانش عندي طماطم الحقيقه. وابتديت ان انا بقى احط زيتون. هي البيتزا المارجريتا بتعتمد على الخضار والجبن. وحطيت مشروم عليها، كان عندي كده مشروم، قلت برضو احطه كده عليها. وبعد كده قلت احط بقى شوية جبنة موتزاريلا صيامي. ما عندكيش برضو جبنة موتزاريلا هي كده زي الفل قوي والحمد لله. وتخش على الفرن على كده. عايزة في الحالة دي تسيبيها تخمر شوية ماشي، مستعجلة عليها زي ما انا كنت مستعجلة عليها براحتك. ابتديت ان انا بقى افرول كده الموتزاريلا بتاعتي علشان وكنت طبعا مسخنه الفرن بتاعي. وما خدتش حوالي نص ساعه مثلا، نص ساعه كتير قوي. وكانت جهزت طبعا كل واحده والفرن بتاعها. تقدروا بقى تقدموها مع كاتشب، جنبها بطاطس، اي حاجه بقى طالعه بقى بالمنظر ده. مش قادره اقول لكم على الطعم بتاعها.
مستنية بقى تجربوها، ومستنية تعليقاتكم، مستنية تعملوا سبسكرايب وتتفرجوا على القناة التانية، ومستنية كومنتاتكم وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في وصفات تانية، وباي باي.